نبقى دائما مع أخبار المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث غادرت صباحا بعثة المنتخب الجزائري مطار هواري بومدينة الدولي، وعرفت التحاق المدافع جوان حجام كما ذكرنا بعدما تم إعفاؤه من المباراة الأولى، بينما سيغيب الثنائي رامي بن سبعيني وكذا بغداد بونجاح بداعي العقوبة. في الرياضة، تنقل المنتخب الوطني صبيحة اليوم تحسبا لمواجهة المنتخب الغيني غدا بداية من الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر لحساب الجولة 8. الإعلام الجزائري يعاني من عقدة تجاه المغرب، حيث يبدو أن هناك ترددا كبيرا في ذكر اسم المغرب في نشراته الإخبارية. هذه الظاهرة تعكس مستوى من الانحياز والافتقار إلى المهنية ومدى التأثير الذي يمارسه النظام الجزائري على وسائل الإعلام. إن عدم ذكر المغرب في التقارير الإخبارية يعكس نوعا من الوقاحة والرداءة في التعامل مع المعلومات، مما يثير تساؤلات حول مصداقية الإعلام الجزائري وقدرته على تقديم محتوى موضوعي وحيادي. إن هذه الممارسات تعكس حالة من الانغلاق الفكري، وتؤكد على أن الإعلام يجب أن يكون أداة للتواصل والتفاهم وليس وسيلة لتعزيز الانقسامات. دمتم حاقدين وحاسدين ودمنا في رعاية الله وحفظه.